القاعدة رقم 23 look to your own faults. بص لنفسك. دي القاعدة اللي احنا يعني دايما حتى نقول كده بالبلدي، ايه يا سلام لو كل واحد خلاه بس باله من نفسه وبطل ينظر على غيره. حتة اللي انت بص لعيوبك، حاول تصلح عيوبك، حاول تكون احسن عشانك، حاول تتقبل، يعني تقبل ان زي ما انت مش بيرفكت اللي قدامك مش بيرفكت. ما اقعدش اقول ايه انا ايه يعني اغلط مره، ما انا بني ادم، ما انا طب ما اللي قدامك بني ادم. اشمعنى خنقته وكبرت الدنيا وقومت الدنيا وما قعدتهاش اما غلط غلطه صغيره؟ احنا بني ادمين، هو الناس اللي قدامنا بني ادمين. انا بني ادم، البارتنر بتاعي ولا صاحبي ولا اختي ولا اهلي عندهم عيوب. فاشمعنى كل واحد يعني يشوف كده عيب ويقول لك احلى عيوب دي ولا ايه، ويشوف عيوب غيره لا يتخنق بقى ويزمجر ويجز على اسنانه ويتعصب؟ لا. يعني كل ما تلاقي حد دايما يقول لك في التربيه، اما اب مثلا يلاقي ابنه بيشرب سجاير، طب ما انت في يوم من الايام كنت انت كمان عايز تشرب سجاير برضه، وعايز 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 وعايز. اشمعنى بنتصدم ام بالله اللي قدامنا فيه عيوب؟ ممكن ده يكون نابع من حب، اللي احنا مش بنبقى عاوزينه يمشي في نفس الطرق الوحشه اللي احنا كنا هنمشي فيها او بالفعل مشينا فيها. ولكن بني ادم، يعني في الاخر اللي قدامي ده مهما كان حبيبي هو بني ادم، ليه عيوبه وليه زلاته وليه حاجات اللي بيقع فيها. فلازم نتقبل كل يعني العيوب والمشاكل بتاعه الناس، زي ما احنا نفسنا في يوم من الايام حد يتقبلنا زي ما احنا، من غير ما يقعد ينظر ويعني يعمل دايما علينا زوم كده ان عشان ايه، يعني يجيب تفاصيل العيوب الدقيقه بتاعتنا ويمسكها لنا، يعني يحبنا كده زي ما احنا شاكب راكب كده. بس السلام عليكم.